السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا احباب الله، نتكلم النهارده ازاي تشحن قلبك قبل رمضان، وازاي برضه تشحني قلبك قبل رمضان. هو الموقف ده حصل معايا انا من اسبوعين فاتوا او 3 بالكتير. رحت لعبت ماتش كورة، نزلت ماتش كورة فعلا ما شاء الله، لعبت وجبت هدف واثنين وثلاثة تقريبا، وجبت قائم والدنيا دي، لعبت حلو جدا في اول ماتش. وبعد كده نمت فعلا. جيت اخر الماتش قبل الماتش بنص ساعة او ما يزيد وقلت له مش هلعب. كان ماني ما فيش غيري، بس قلت له مش هلعب. فانا جاي اوصل لك معلومة، انك انت بالظبط كده في رمضان هتدخل اول 10 ايام قيام وصيام وتهجد وختم قرآن واذكار صباح واذكار مساء وسنة قبل الظهر وبعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هتشحن قلبك بكل انواع العبادة. والله صدقني وصدقيني 10 ايام فقط وهتنام. وكده اوعى هذا اللحاف وضغطت نفسك وتنام. لنهاية رمضان هو هتبقى دخلت رمضان ما عملتش اي حاجة. فانا جاي انصحك ان تعود على جزء بسيط من العبادة دي، ثم تيجي تشجعني واشجعك. نبدأ من بكرة صيام، ناخد الاربع والخميس والجمعة والسبت والحد الايام القمرية، وناخد الاثنين معاهم، والثلاث والاربع والخميس. يجوز يجوز. كل ده ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس في رجب وشعبان. بالله عليك انت ممكن ينطبق عليك حديث النبي انك من الناس الغفلة، وانت كذلك. طب ليه اكون انا من الناس الغفلة؟ طب ما تشد حيلك وشد حيلك بقى. يلا لو عندك لبس مش مظبطاه ظبط لبسك. لو عندك فطور في معصية ظبطها. لو عندك فطور في طاعة معينة ارفعيها. انتظم صلاتك، اقرأ مثلا صفحة قرآن، تعال شجعني وشجعيني. واكتبوا كده في التعليقات بنية تشجيع بعض، اكتبوا وشجعوني. والله العظيم هبدأ معاكم. انا برضه عبادة في شعبان بسيط، مش قد كده خالص، وانا نفسي مش عاجبني. فانا عاوز تشجيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان بيقول لربنا: هات سيدنا هارون عشان نطيعك مع بعض، نعرف نعبدك فعلا صح. فبالله عليك وبالله عليك ظبط دنيتكم. لو في نظرات، في غيبة، في نميمة، في منكرات، في أي ذنب، نتوب منه. وأنا برضه هنزل لك ازاي تتوب وازاي، وحلقة تانية إن شاء الله تثبيت الصلاة، وحلقة تثبيت غض البصر، وحلقة توبة تماما من كل اللي فات. بقى ندخل رمضان جديد. عاوزك تدخل رمضان بالقلب، عاوزك تدخل رمضان وتطلع منه بغير القلب اللي انت دخلت بيه. نظف بقى نفسك، نظفي نفسك. يلا يا شباب ربنا قال لك ايه؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اسبق الناس. أنا قبل كده كنت داخل مسجد، فالمهم سلم علي بيقول لي: ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ كويس، اتفضل انت اليمين. قلت له: لا اتفضل. قال لي: اللهم اجعلنا من اهل اليمين، اتفضل. قلت له: لحظة بس معلومة. قال لي: اتفضل. قلت له: انت اي شيء في الدنيا؟ قال لي: قلت له: بتطمع فيه ولا لا؟ قال لي: قلت له: خالد ساري، عاوز تبقى ساري زيه؟ قال لي: قلت له: خالد مثلا عنده صحة، عاوز الصحة عندك؟ قال لي: قلت له: ما ليش معنى في الآخرة مش طموح؟ اشمعنى في الجنة طموحين في الآخرة زاهدين؟ ليه ما تبقاش طموحك جنة مع النبي
وليه ما يبقاش طموحك الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالله عليكم فيديو بسيط كده، وان شاء الله تابعوني في الجاية اكتر باذن الله، وجزاكم الله خيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تنساش ان الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.